كل شيء بدأ بكتاب، لكن محدش قال إن الكتب ممكن تقتلك. أنا جمال، عندي 28 سنة. حياتي كانت طبيعية لحد ما وقعت في المصيبة دي. القصة اللي هحكيها لكم دي مش مجرد حكاية مرعبة، دي لعنة حقيقية، ولحد اللحظة مش عارف إذا كنت هخرج منها سليم ولا هكون مجرد ذكرى زي غيري. أنا بحب جمع الكتب القديمة، بحس إن هي مخبية أسرار الزمن، حاجات محدش يعرفها غير اللي كاتبها. في يوم كنت ماشي في سوق الأنتيكات وسط زحمة القاهرة. الجو كان خانق، ريحة الرطوبة والكتب القديمة كانت مالية المكان. فجأة شدني كشك صغير في آخر السوق، كأنه مستخبي وسط الضلمة. صاحبه راجل عجوز بعين واحدة، لابس جلابية سودة ووشه مليان تجاعيد كأنها محفورة بالزمن. دخلت وأنا ببص على الكتب المرصوصة كلها، معظمها كان متهالك، لكن واحد منهم لفت انتباهي. كان حجمه غريب، وغلافه كان مصنوع من جلد مش طبيعي، مش مألوف، كأن الجلد ده بيتنفس. أول ما لمسته حسيت برعشة باردة. سألت الراجل عنه، لقيته سكت لحظة وبعدين قال لي بصوت مبحوح: الكتاب ده مش للبيع يا ابني، الكتاب ده ملعون، الكتاب ده كلامه مكتوب بدم بشر. طبعا الكلمة زودت فضولي وضحكت وقلت له: يعني هيطلع لي عفريت لو قريته؟ الراجل بصلي بنظرة غريبة وبصوت هامس كده واطي قال لي: العفريت مش جوه الكتاب، الكتاب نفسه هو اللعنة. كنت فاكر ساعتها ان هي مجرد خدعة من الراجل عشان يرفع تمنه، لكن في النهاية أخدته بنص التمن بعد ما ضغطت عليه كتير، وكان أغبى قرار أخدته في حياتي كلها. رجعت البيت وأنا متحمس جدا أقرأ الكتاب ده جواه إيه. قعدت على مكتبي وبدأت أقلب صفحاته، كلها كانت مكتوبة بخط قديم لونه أحمر، لغة غريبة، مش كله كان مكتوب بالعربي. كانت مزيج ما بين الرموز السحرية وأشكال كلمات مفهومة بالعربي. لكن اللي لفت انتباهي كان آخر سطر في الصفحة. الصفحة دي كان مكتوب فيها بخط واضح وكبير، مكتوب: لا تقرأ هذه الصفحة بصوت عالي وإلا ستدفع الثمن. طبعا أول حاجة عملتها إني قريت بصوت عالي وجدا كمان. كنت بضحك على التحذيرات السخيفة دي، لكن أول ما خلصت الجملة الأخيرة حسيت بحاجة غريبة. الجو في الأوضة برد فجأة، مش البرد العادي بتاعنا، لأ، كأنك دخلت تلاجة الموتى. اللمبة فوقي بدأت ترعش، الهوا بقى تقيل، كأني مش قادرة أتنفس. وبعدين سمعت صوت همزات. في الأول كانت بعيدة، كأن حد بيتكلم في الأوضة التانية، لكن بعد كده الصوت بدأ يقرب، بقى أوضح، وكان بيقول اسمي: جمال، جمال، كنت مستنيك. اتجمدت في مكاني، قلبي كان بيدق بسرعة، وبعدين الباب اللي ورايا قفل لوحده بقوة كأن حد خبطه. بصيت في المراية اللي قدامي وكان عندي صدمة العمر. شفت حاجة ما كنتش هتخيلها. في زاوية الأوضة في الضلمة كانت واقفة هي، أيوه زي ما بقولكوا كده، واحدة نحيفة رفيعة بشكل مرعب وطويلة قوي، وعينيها سودا كلها، وبقها مرسوم كأنه مش حقيقي، كان مفتوح بطريقة مش طبيعية، بتضحك ضحكة، ابتسامة مش عادية، ضحكة كده مليانة شر. في اليوم ده حياتي كلها اتقلبت. في اليوم ده حياتي بقت عبارة عن جحيم. كل ليلة كنت بصحى على صوت خطوات في الأوضة، أشوف خيالات بتتحرك في المراية، أسمع أنفاس حد نايم جنبي، لكن لما أبص ملاقيش أي حد. مش دي المصيبة، المصيبة كانت أكبر بكتير. المصيبة لما بدأت جروح تظهر على جسمي. في الأول كانت مجرد خدوش، لكن في يوم صحيت ولقيت جملة محفورة على دراعي بدم غامق، مكتوب: اقرأ الصفحة التانية. الكتاب كان مفتوح لوحده والصفحة التانية كانت فاضية، لكن كل ما قرب منها الحروف بدأت تتكتب من نفسها قدامي، والرسالة كانت واضحة جدا: اللعبة بدأت وملكش مخرج. حاولت أتخلص من الكتاب كتير، حاولت أرمي الكتاب بقى بيرجع لوحده، حاولت أحرقه، النار كانت تطفي لوحدها،
وفي ليلة سمعت الصوت ده، كان أقرب من أي مرة، كان جوه دماغي. يا جمال، لو عايز تعيش لازم تكمل اللعبة أو تكون جزء منها. اللعبة فعلا بدأت، والموت بقى أقرب مما تتخيل. قررت أهرب من البيت، لكن المشكلة كل ما أحاول أفتح الباب ألاقي نفسي جوه الأوضة تاني. أحاول أنط من الشباك، لكن كل ما أبص تحت ما كانش فيه شارع، كان فيه فراغ أسود، كأن الدنيا كلها اتقفلت واختفت. بدأت أسمع صوت ضحكتها بيتكرر في كل مكان، جوه وداني وجوه دماغي، في الحيطان. وبعدين سكتت فجأة. ظهر سطر جديد في الكتاب، كلماته كانت مكتوبة بدم زي ما يكون لسه دم طازة. اللعبة بدأت، والاختيار الأول بسيط: إما تفتح الباب أو تموت الليلة. طيب، ما أنا حاولت أفتح الباب وما فتحش، إيه المقصود؟ بالراحة خالص بصيت ناحية الباب ولقيته مفتوح، بس الممر اللي بره ما كانش بيتي، كان ممر طويل وضيق، حيطانه مليانة خدوش وكلمات محفورة، بعضها زي أسماء ناس وبعضها زي ما يكون تحذيرات، زي مثلا: ما تبصش وراك، الوقت بيخلص، هو قرب يجي، خد بالك. قلبي كان بيدق بسرعة. ما كانش عندي اختيار تاني، كان لازم أكمل. خرجت من الأوضة، خطواتي كانت تقيلة كأن الأرض بتسحبني. الممر كان ضيق جدا، حسيت كأن في عيون شايفاني من الحيطة. بعد أول زاوية في الممر لقيت في باب تاني مكتوب عليه: ادخل لكن ما تفتحش عينك. بلعت ريقي وفتحت الباب. أول ما دخلت حسيت بحاجة بتتحرك حواليا، كأن في مئات الأشخاص واقفين جنبي. سمعت أنفاسهم، حسيت بحرارة أجسادهم، لكن ما كنتش شايف حاجة. افتكرت التحذير: ممنوع أفتح عيني. لكن عارف إحساس لما حد يقولك ما تبصش؟ فضولك بيقتلك، لازم تبص. وده اللي حصل لي. في لحظة غباء فتحت عيني، وكانت أكبر غلطة في حياتي. شفتهم قدامي كتير، عشرات، ميات، أشخاص كتير واقفين في دايرة. أجسامهم كانت أجسام طبيعية جدا، لكن وشوشهم كانت مشوهة. عيونهم كانت طالعة من مكانها، بقهم زي ما يكون كان مشقوق، ودانهم وأسنانهم كانت طويلة وأسنانهم كانت حادة كأنها خناجر. أول ما شافوني اتحركوا كلهم في نفس اللحظة، جروا ناحيتي. كنت هصرخ، لكن حسيت بإيد باردة بتسد بقي. بصيت حواليا، لقيتها هي، نفس الست الطويلة بعيونها السودة بابتسامتها اللي مليانة شر. وقالت لي بصوت مرعب: كسرت القواعد، العقاب هيبتدي. صحيت وانا على الأرض، لكن جسمي كله كان متجمد، ما كنتش قادرة اتحرك. كنت سامع صوت أنفاسي بصعوبة. أول ما بصيت على دراعي كان محفور عليه اسم جديد: جمال، أسير اللعنة. إيه ده؟ أنا بقيت جزء من اللعنة؟ هي لعنة ولا لعبة؟ هي انتهت ولا لسه ما انتهتش؟ كانت الأوضة حواليا ريحتها زي ما تكون مليانة دم. لما بصيت حواليا كمان لقيت الجدران متغطية بكلمات كلها مكتوبة بدم غامق. مكتوب: اقرأ الصفحة التانية وإلا هتموت الليلة. الكتاب كان مفتوح لوحده، والصفحة اللي قدامي كان مكتوب فيها: الاختبار التاني، استعد لمواجهة ضلك. يعني ايه؟ مش فاهم حاجة. وفجأة النور اتطفى، وخيالي بقى بيتحرك لوحده. الضلمة كانت خانقة، صوت أنفاسي كان عالي، وبعد لحظات لمبة صغيرة اشتغلت. نورها كان ضعيف قوي، لكن كان كفاية اني اشوف ضلي على الحيطة. وهنا شفت الكارثة: ضلي بيتحرك وانا واقف مكاني. في الاول كان بيمشي زيي، بعدين وقف مكانه وبدأ يلف راسه ببطء ناحيتي، مع اني ما كنتش بتحرك. وفجأة ابتسم. خيالي ابتسملي. مستحيل، انا في كابوس. قلبت وشي بسرعة، لكن الكارثة كانت قدامي. انعكاسي في المراية مش انعكاسي. الشخص اللي في المراية كان شبهي، لكنه كان مبتسم ابتسامة واسعة بشكل غير طبيعي. عينه كانت سودة بالكامل، وفجأة رفع ايده
مع إني أنا ما رفعتهاش، ولقيت إيدي بتترفع لوحدها وكأنها مش بتاعتي. حاولت أتحرك لكن جسمي زي ما يكون كان مشلول، كأن كان فيه شيء مسيطر عليا. وفجأة انعكاسي في المراية نطق بصوتي، لكنه كان صوت غريب. قال لي: جمال، مكانك جوه المراية ومكاني أنا براها. وبدون سابق إنذار خرجت إيد من المراية، إيد سودة طويلة، مسكتني من رقبتي وبدأت تسحبني جوه المراية. كنت بقاوم، كنت بصرخ، ما كانش فيه صوت طالع. وفجأة اتطفى كل شيء. صحيت لقيت نفسي مرمي في وسط أرض مهجورة. الدنيا كانت ليل والبرد كان قاتل. لما رفعت عيني لقيت كتاب الدم مرمي جنبي، مفتوح على صفحة جديدة مكتوب فيها جملة واحدة: باقي اختبار أخير، إما تكون الناجي الأول أو تكون مجرد اسم جديد محفور في اللعنة. حاولت أهرب، حاولت أقنع نفسي إن هو مجرد كابوس، مجرد وهم. كل محاولة للنجاة كانت بتاخدني زي ما يكون كانت بتغرقني أكتر. طيب هعمل إيه؟ وده الاختبار الأخير، شكله هيكون أسوأ مما تخيلت. لما فتحت عيني لقيت نفسي واقف في وسط مكان غريب، أرض صحراوية، صخور سودة، سما لونها أحمر قاتم كأنها مليانة دم. ما كانش فيه أي صوت غير صوت أنفاسي المتقطعة. لكن كان فيه حاجة غلط، الأرض تحتي ما كانتش طبيعية، كأنها مش ثابتة. رفعت رجلي ببطء وقربت من الموبايل، ولما نورت الأرض كانت مليانة جثث، نصها بس اللي كان ظاهر، نصها فوق الرمل ونصها جوه. الوشوش كانت وشوش متعفنة، عيون مفتوحة، وبقهم كان مشقوق كأنها كانت بتصرخ لما ماتت من شدة الصراخ. أنا واقف فوق مقبرة أحياء وكلهم بيراقبوني. في اللحظة دي سمعت صوت خطوات لكن مش بتاعتي. رفعت بسرعة الموبايل ونورت المكان حواليا، ما كانش فيه أي حد. لكن لما بصيت في الكاميرا بتاعة الموبايل شفتهم، شفت العشرات واقفين حواليا وماشيين ناحيتي. الناس مش طبيعية، وشوشهم مشوهة فعلا. كانوا بيهمسوا بكلمة واحدة بس: خليك معانا، خليك معانا، خليك معانا. الكتاب كان في ايدي ورجلي كانت مشلولة حرفيا. كنت حاسس بالرعب بياكلني أكل. وفجأة صفحة جديدة اتفتحت لوحدها ولقيت مكتوب فيها: الاختيار الأخير، إما تموت أو تقتل غيرك وياخد مكانك. نعم، إيه معنى الكلام ده؟ علشان أنا أخرج من اللعنة دي لازم أضحي بحد غيري، لازم أخلي حد غيري مكاني يدخل جوه الكتاب وجوه اللعنة. مفيش اختيار تاني، لا إما كده لا إما هموت. المكان بقى أضيق، الجثث بدأت تتحرك، الأصوات بقت أقرب. كان لازم أختار بسرعة. إيدي كانت بتترعش. بدأت أقلب في صفحات الكتاب. كل مرة كان بيظهر قدامي اسم جديد، أسامي ناس معرفش مين دول. يمكن ناس قبل كده كانوا في مكاني، يمكن ناس فشلت وبقت أساميهم محفورة جوه اللعنة وجوه الكتاب. وفي آخر صفحة لقيت اسمي مكتوب، وفجأة سمعت صوتها من ورايا بتقولي: اختار وإلا هنختار إحنا. بصيت ورايا وكانت واقفة هناك هياها اللي بعيون سودة، اللي ابتسامتها مرعبة. دماغي كان هيتشل. هضحي بمين؟ مين اللي ممكن أخليه يجي مكاني ويبقى في جزء من اللعنة؟ الكتاب عمال يقلب في صفحات مليانة أسامي ناس اختفت قبلي، ناس كلهم فشلوا إن هم يجيبوا حد مكانهم. طيب هعمل إيه؟ وفجأة حسيت بإيد باردة بتمسك رقبتي، جسمي كله اتصلب. ولما التفت شفت شيء مستحيل. كنت أنا اللي واقف ورايا. أنا مش بهزر والله، كنت أنا اللي واقف هناك بنفس وشي وبنفس لبسي. لكن عيوني كانت سودة بالكامل، ابتسامتي ما كانتش طبيعية، كانت ابتسامة مرعبة. التوأم المشوه بتاعي رفع ايده ولمس جبهتي، وفجأة لقيت نفسي مربوطة على الأرض والكتاب مفتوح قدامي وهو واقف فوقي وبيقلب في صفحات الكتاب. كان بيختار الضحية الجديدة. في اللحظة دي حاجة نورت جوه دماغي،
هنا فهمت إني مش أنا اللي بختار، اللعبة هي اللي بتختار الضحية الجديدة. زي اللي قبلي، كل اللي دخلوا اللعنة افتكروا إن عندهم اختيار، لكن الحقيقة اللعنة هي اللي بتختار لوحدها. وكنت أنا الضحية التانية. صحيت مفزوع، كنت في أوضتي، كل حاجة كانت مكانها، الكتاب ما كانش موجود ولا في أي علامة على اللي حصل. بس لما قمت حسيت بحاجة مش طبيعية. رجلي كانت تقيلة كأنها مش رجلي، وإيدي لونها كان غامق شوية. جريت ناحية المراية، وأول ما بصيت لقيت انعكاسي مبتسم، ولقيت في صوت بيتردد في دماغي بيقول لي: إذا لقيت كتاب قديم في أي سوق أنتيكات، إذا شميت ريحة دم في صفحاته، إذا لقيت آخر صفحة بتقولك لا تقرأ هذه الصفحة بصوت عالي، بلاش تقراها، وإلا هتبقى أنت الضحية التانية. بدأت أسأل نفسي: يا ترى ده مجرد كابوس، ولا ده كان تحذير، ولا دي نهاية اللعنة علشان أنا حليت اللغز اللي فيها؟ يعني دي النهاية، ولا يمكن تكون دي مجرد بداية لعنة جديدة؟ بس اللي أنا متأكد منه والإحساس اللي جوايا بيقولي إن اللعنة لسه ما خلصتش.